السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البانيه المشوي بطريقه سهله خالص وبسيطه ومنه تغيير برضو، مش كل مره هنعمل يعني بانيه بالبيض والبقسماط. يلا بقى هنعمله النهارده بطريقه بسيطه جدا وسهله والطعم جميل. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معانا هنا او ميه بصل. طبعا انت ميه البصل او كميه ميه البصل بتعملي على قد كميه البانيه اللي انت هتعمليها. انا عندي هنا نص كيلو من البانيه، فبشرت بصلتين متوسطين وعصرت التفل كويس جدا وخليته على جنب، وخدت ميه البصل. طبعا تفل البصل تقدري تستخدميه في الطبيخ وفي المحشي، يعني ما بيترميش، تقدري تشيليه في الفريزر في علبه او في كيس وتستخدميه في وصفه تانية. خلاص كده احنا بشرنا البصل وخدنا الميه، وبدات انا ابشر هنا طماطميه صغيره. احنا هنا الطماطميه دي عشان بس ناخد منها شويه طعم. وعصرت نص ليمونه وحطيت معلقتين من الخل، وهبتدي اضيف التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وبصل بودر وشويه من الكركم زي ما احنا شايفين. وتقدري تضيفي طبعا كل التوابل اللي انت بتحبيها، لكن الوصفه الاساسيه هي الخل والليمون والبابريكا والزيت. دول اهم حاجة علشان دول اللي هيدونا طعم الشوى اللي احنا حابينه يبقى في البانيه. زي ما احنا شايفين كده بدأت اقلب الخلطة. مية البصل طبعا دي من الحاجات الاساسية اللي بنحطها في اي حاجة عايزين نشويها، لان بتخلي الطعم فعلا جميل. قلبنا بقى الخلطة كده مع بعض، وبدأنا نجيب بقى قطع البانيه. طبعا البانيه دوت انا اللي مقطعاه، مش شاريه جاهز. وغسلته طبعا بمية فيها ملح وليمون، وبعد ما شطفته كويس جدا حطيته في المصفى عشان يتصفى وينزل كل المية بتاعته. وبدأت اخده وانزل بيه في التتبيلة اللي انا عاملاها الحلوة ديت، اللي لونها شايفين عامل ازاي بسبب البابريكا والزيت. الزيت طبعا بيدي للبانيه لمعه، والبابريكا طبعا هتدينا اللون الاحمر الجميل اللي احنا شايفينه ده. طبعا انت تقدري تعملي الخلطه ديت وتتبلي البانيه كده من بدري. واقصى حاجه ليه يتساب فيها هو ساعتين، علشان خاطر يشرب التتبيله ويدينا الطعم الشوى اللي احنا بنحبه. زي ما انت شايفه كده بتدخليه بقى التلاجة وتسيبيه ساعتين ثلاثه على قد ما تقدري. طبعا بتسيبيه اطول فتره ممكنه. وبعد كده بنجيب طاسه بقى تيفال. طبعا الوصفه هنا هنضطر نحتاج فيها طاسه تيفال علشان البانيه ما يلزقش مننا ويتهري ويبوظ. لا احنا عايزينه يبقى متماسك وشكله جميل وطعمه جميل. فهنجيب طاسه تيفال ونبتدي نحط فيها معلقتين من الزيت كده، وطبعا النار تكون عاليه. ونبتدي ننزل بقطع البانيه وناخدها كده من التتبيله وننزل بيها في الطاسه بتاعتنا. وطبعا لازم النار تكون عاليه علشان خاطر اول ما ينزل البانيه في الطاسه المسام بتاعته تقفل ويبتدي يتشمع ويمسك نفسه وما ينزلش ميه ويتهري معانا. زي ما احنا شايفين كده هياخد طبعا اللون الجميل من البابريكا والزيت. وزي ما احنا شايفين بنبتدي نقلبه بشويش خالص وبالراحه وما نستعجلش. وزي ما قلت لك النار بتاعتك تكون عاليه، لان هو متقطع شرايح رفيعه، فمش هياخد وقت طويل في السوى، هيستوي معاكي بسرعه جدا. وطبعا التتبيله كان فيها خل، فالخل طبعا بيساعد على ان اللحم يستوي بسرعه ويبقى طري. زي ما احنا شايفين كده خلاص كده انا قربت اخلص اللي في الطاسه ديت. ابتدى بقى هو يخش في السوى واللون بتاعه يبقى جميل، وهبتدي اطلعه وبعدين احط شوية كمان وهكذا لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. وطبعا ده نص كيلو فمش هاخد معانا وقت طويل. طبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت حباها واللي يفيد منك، تشيليه في التتبيلة بتاعته في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجة. وساعة الاستعمال تقدري تطلعيه وتسيبيه لما يفك وتبتدي تسويه. زي ما انت شايفة كده خلاص كده انا بدأت احس ان هو خلاص خد اللون والتحميصه حلو، وبدأ خلاص يبقى متماسك كده ومشوي وشكله حلو ولونه جميل خلاص واستوى. هبتدي بقى اطلعه وانزل شويه تانيين. طبعا انا هنا عندي الطاسه كان فيها شويه زيت، وكمان الباقي اللي موجود في التتبيله فيه زيت، فمحتاجتش احط زيت تاني. انت لو حسيتي ان انت محتاجه تحطي زيت حطي معلقتين، وعلشان ما يلزقش منك زي ما قلتلك ويفضل متماسك وياخد اللون والطعم بتاع الشوي الجميل اللي احنا شايفينه ده. خلاص كده انا بدأت انشله اهو، خلصت الكمية كلها. هبتدي بقى اروح علشان خاطر ازوقه بقى بعيدان البقدونس والجرجير. زي ما انت شايفه كده جبت الطبق بتاعي طبق التقديم وقطعت فيه شوية ورق من البقدونس، وحطيت عودين كده من الجرجير علشان يديله شكل جميل. طبعا احنا بنعمل كده تغيير علشان للولاد.
وكمان الاكل الصحي اللي حابب طبعا ياكله كده، مش عايز يبقى مقلي في الزيت واللي عامل دايت. طبعا الوصفه دي جميله جدا وخفيفه، حلوه قوي وتناسب كل الناس ومفيش اختلاف عليها. يلا بقى، اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا وعجبه البانيه بتاعي المشوي، ما ينساش بقى لو مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، واللي مشترك يعمل لنا ايه اللايك الجميل والكومنت الجميل بتاعه. وزي ما انتم شايفين كده بدات ازوقه بعيدان بورق البقدونس. وخلاص وصفتنا خلصت، يا رب تعجبكم، وعايزاكم تكتبوا لي في التعليقات لو الوصفه جميله وسهله. واشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.